انا عندي الكتاب ده وانا بكره الكتاب ده لاني اتعلمت منه شيء في منتهى الخطورة، وهو انا انسان غبي. بس لازم نرجع ورا شوية. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل لي. كل ما السنين بتعدي بحس ان من فترة الحياة كانت افضل، كانت احسن. ومش علشان دلوقتي يعني سني كبر وعليا مسؤوليات اكبر وفي حاجات صعبة بتحصل حواليا، لا. الحوار ده مش منطقي بالنسبة لي. من 3 سنين أنا كنت بطلع شغل ل3 قنوات يوتيوبية، عندي بيزنس صغنون على الجنب، بدير فريق من الشباب اللي بيشتغلوا معايا، وصلنا ل9 أشخاص في نفس الوقت شغالين مع بعض، وكنت على علاقة جيدة شخصية مع ناس في نفس المجال الشغل بتاعي. وعلى الصعيد الشخصي كنت في حالة جيدة مع صحابي وعائلتي. أبص على الحال الحالي ألاقي إيه؟ الوضع أسوأ. ايه اللي حصل؟ انا هقول لكم بالظبط ايه اللي حصل. اللي حصل ان من 3 سنين الحال الاقتصادي في بلدنا اتأثر، والدخل بتاعي ما بقاش زي الاول. علشان الحقيقة هي ان من 3 سنين المحتوى القصير بدأ يتنشر في كل مكان، وانا بدأت استهلك محتوى قصير كتير، فده خلاني مش مركز. وعلشان كده انا دلوقتي يعني 99% متأكد ان كل الحاجات دي بدأت من اللقاح. ايوه، من ساعة لما انا خدت اللقاح وانا مش تمام. يعني سيبوكم من كورونا اللي طلعت في كل حتة وبهدلت كل الناس دي، هو من بعد ما خدت اللقاح بالظبط في حاجة غلط حصلت، في حاجات كتيرة غريبة حصلت. يعني من ساعة لما جه مدير جديد لليوتيوب، وفي برضو تغير انا مش فاهمه بيحصل. الفيديوهات بتاعتي ما بقتش تأدي زي الاول. كل ده من ساعة لما المدير الجديد ده جه. فين ايام سوزن وجيسي وعارف؟ تعرفوا من 3 سنين انا عملت حادثة بالعربية، والحادثة دي غيرتني كتير. من 3 سنين انا بدأت ادفع ضرائب. من 3 سنين بقيت عامل محتوى القصير انها الاجندة الرئيسية. بدأت من اللقاح. ايوه، من ساعة لما انا خدت اللقاح انها الاجندة الرئيسية. الحقيقة هي ان كل ده كلام ملوش اي لازمة. بل الحقيقة هي ان انا لو رجعت لنفسي من 3 سنين هقول ان حياتي من 3 سنين قبل كده كانت احسن، ومن 3 سنين قبلها كانت افضل، وهكذا وهكذا. دوامة لا نهائية، وانا خايف اعترف بيها لنفسي لانها اصحى وركز معايا يا مامان. ظاهرة الحواجز العقلية دي عبارة عن ايه؟ خليط كده تمام ما بين مغالطات منطقية على بعض من الفخوخ الذهنية، وحاجات برضو اتعلمتها من كتاب Thinking Fast and Slow، ده متلخبطين مع بعض كلهم علشان يطلع منها هذه الفرضية السيكولوجية الخاصة بيا انا. فممكن تعتبروا الفيديو ده هو الورقة العلمية بتاعتي اللي بشرح بيها الحواجز العقلية اللي الإنسان بيحطها لنفسه، وانا الشخص اللي بيقع عليه هذه التجربة. انا دلوقتي زي اي انسان في العالم عندي اهداف وعندي احلام وبسعى دايما للنجاح، وبرضه زي اي انسان في العالم عندي بعض المشاكل في دماغي. اكبر تحدي موجود عندي واللي انا بواجهه تقريبا كل يوم تجهيز نفسي ضمنيا للفشل وايجاد مخرج. بمعنى ان انا دايما بدور على عذر اقدر من خلاله ابرر ليه انا مش اكتر انسان ناجح في تاريخ البشرية. لما كنت في الجامعة وما بنزلش فيديوهات كتير كان العذر بتاعي ان انا في جامعة دلوقتي فما عنديش الوقت الكافي اني اشتغل. الجامعة دي اللي واخدة من وقتي اللي عمال يضيع، بس اخلص جامعة هشتغل بجد. خلصت جامعة سافرت الارجنتين عشان اعمل الماجستير، فقلت لنفسي بس اخلص الحوار الصغير ده وبعد كده التزام 100%. بعد كده جت كورونا. اوبس. الموضوع مش في ايدي. الكورونا عطلت العالم كله وكل الناس بقت في حالة من الاكتئاب. اوكي، بس الازمة بتاعت كورونا تخلص وهرجع احسن من الاول 500 مرة. وبعد الكورونا دخلت جيش. إيه ايوه، بالمناسبة يعني انا دخلت جيش ومحدش عارف الموضوع ده، محدش على اليوتيوب كله اخد باله من الموضوع ده. في الحقيقة في قرب ال10 فيديوهات نزلوا هنا
على القناة وانا في الجيش. يعني انا كنت جوه في الخدمة، والفيديوهات دي كانت بتنزل بشكل اوتوماتيك علشان انا صورت كل الفيديوهات دي في شهر واحد، بحيث ان طول السنة بتاعتي وانا جوه القناة تفضل شغالة. انا قدرت اعمل الشيء ده ومحدش اخد باله. ولو عايزين اكبر دليل، انتوا ممكن ترجعوا دلوقتي للقناة هتلاقوا لسبب ما مرة واحدة انا كنت اقرع وحالق دقني. دي هي الفترة اللي انا كنت داخل. ف كانت سنة غريبة، وفي قصص كتير الواحد عاشها في الفترة دي. اثبتت حاجات كتير لنفسي ان انا قدرت اعمل الشيء ده، اخبي الحوار ده كله واكمل شغلي يبان كل حاجة عادية. بس غيرت في الواحد اكيد، ولكني برضو بطريقة غريبة قدرت احافظ على شغلي في وقت جدا جدا صعب. تتخيلوش قد ايه كان صعب، بس قدرت اعملها. كانت من اهم النقاط في حياتي. تقريبا كنت عايز اثبت شيء لنفسي، ان حتى بتحدي كبير زي ده واللي ساب تأثيرات كتيرة بعد ما خلصته، ان انا مش هخلي التحدي ده يوقفني من الحاجة اللي انا عاوز اعملها. فاشتغلت وحصل. فده كان العذر بتاعي ساعتها، اللي هو خلص جيش وبعد كده هعرف ارجع اركز 100%. ده انا في شهر واحد قدرت اعمل محتوى لسنة كاملة، فتخيل بقى لو وقتي كامل موجود معايا هقدر اعمل ايه. وبعد كده قررت اني انقل حياتي لبلد تانية، بلد تانية خالص، وابدأ من اول وجديد. وده دلوقتي المفروض ان ما بقاش في اي حاجة تانية. انا متفرغ 100% دلوقتي، فاضي ومتفرغ ان انا اكون الافضل ومركز في شغلي، وهذا هو الحال. لحد لما عقلي يقرر يطلع بحاجز تاني يصعب عليا وضعي الحالي، وفي نفس الوقت اقدر اسند عليه وابرر من خلاله فشلي. ابرر ليه انا مش اكتر يوتيوبر عنده مشتركين وكل فيديو بنزله بيجيب 10 مليون. وهذا الشيء، هذا الحاجز العقلي اللي انا دايما ببنيه، الحيطة دي اللي بتتحط جوه دماغي بتدمر حياتي. وانا عارف ان انا مش لوحدي اللي بعمل الموضوع ده، انت كمان بتعمله، في ناس كتيرة بتعمل نسخة منه، ولكن مفيش حد مننا شجاع كفاية ان هو يعترف بالشيء ده. سيبك، مش قصدي ان انت تعترف بيه زي ما انا بعمل دلوقتي، اقول ان انا بعترف، انا بعترف للعالم كله. لا لا لا، الشيء الاصعب ان انت تعترف بيه لنفسك. فانا بعملي للفيديو ده اهم شيء انا عاوز اعمله هو اني اعترف بوجود هذا الحاجز العقلي وفكرة التجهيز الضمني من جوايا لاستقبال الفشل. انا عايز بس اقول ان ده فعلا شيء انا بعمله، ده فعلا شيء بيدمرني لنفسي. واعتقد ان دي هتكون اول خطوة في اني فعلا احاول اصلح الشيء المزمن ده، لان في الاخر أيوة، الأصوات اللي موجودة في دماغي ساعات بتحسسني إن أنا أكتر من إنسان واحد. بس الحقيقة هي إن البشر كائنات معقدة وبسيطة في نفس الوقت. معقدة في رغبتهم إن هم يدمروا نفسهم، سواء كانوا مدركين ده أو يعني بس معميين بالغرور بتاعهم، وبسطاء في إنهم لو طلعوا نفسهم من الموقف وبصوا من بعيد شوية على حالهم هيقدروا يصلحوا من نفسهم بكل بساطة. اكتر حاجة غلط انا ممكن اعملها هي اني اتجاهل المشكلة دي، او اوقع نفسي في فخ عقلي تاني واقدر من خلاله ابرر حالي اللي انا فيه. بالمناسبة انا هعمل فيديو كامل عن اكثر الفخاخ العقلية المنتشرة، فاشتركوا في القناة عشان لما ينزل الفيديو ده تشوفوه. اوكي، اعتقد ان هو يعني هيعجبكم جدا، وهي من اكتر حاجات المثيرة اللي شغلة دماغي مؤخرا كده، هو فكرة ان انت جوه عقلك بتبني فخاخ وبتقع فيها وبتضحك على نفسك. بيشتركوا في القناة. فبدل ما اقع جوه فخ وافضل اعيد نفس دوامة الهلاك اللي بحط نفسي فيها، المفروض اني افهم نفسي، افهم الغلط اللي انا بعمله واحاول واحدة واحدة اني اصلحه. علشان اكون صريح معاكم، في الوقت الحالي انا ما بعملش حاجات كتير علشان اصلح من الوضع ده، بس اللي بحاول اعمله على قد ما اقدر ان اتقبل نفسي.
اتقبل ان ده شيء فعلا انا بعمله، وواحده واحده افهم ليه انا بعمله، افهم هو جه منين اساسا من زمان جدا، ويتصلح مع الوقت. لان في حاجات انا ما اقدرش انكرها، انا شخص عنده هوايات كتير واهتمامات كتير اكتر من المعتاد، بل اكتر من المعتاد، وده شيء انا متاكد منه، ما اقدرش اهرب منه، لان هي دي شخصيتي، فانا لازم اتقبل ده. وعلشان ده شيء موجود جوه شخصيتي، ده بيؤدي للتوهان الكتير اللي بيحصل لي والحواجز العقليه اللي انا ببنيها. فمع اهتماماتي الكتيره جدا في الحياه، انا برضو عندي اهداف لحياتي. فالصح اظن اللي ممكن يحصل دلوقتي ان انا اكون معرف الاهداف بتاعت حياتي دي، والطريق ليها يكون منطقي وواضح. صعب، هيكون صعب ولكن واضح. بس انا برضو حاسس من جوايا ان انا لازم اقدر استمتع بالرحلات الجانبية اللي موجودة في الحياة دي، وباهتماماتي الكتيرة جدا. انا شايف ان ده شيء ايوه بيساعد في الاستمتاع بجوانب كتيرة من الحياة. بس برضو حقيقة الامر هي، وده شيء في منتهى الأهمية لازم أتكلم عليه، إن لو هنتكلم على الوعي، إن الواحد يكون واعي، ده شيء مهم جدا. الوعي حلو والمعرفة حلوة، وأي إنسان في العالم لازم يسعى إن هو يكون شخص فاهم، يكون شخص واعي، يكون شخص فعلا في شوية ثقافة موجودة عنده. الحاجة اللي بتخوفني أو اللي أنا بعتبرها لعنة هي كثرة الوعي وكثرة المعرفة. من بره هي تبان شيء حلو وجامد، صح؟ اوف يا اخي ما شاء الله، يا اخي مثقف ابو اسماعيل ده، يعني بيعرف يتكلم مع ده في الكاميرات شويه، ويروح يتكلم مع ده عن السينما، يتكلم مع اللي هناك ده بقى عن الشطرنج، بعد ساعه يقوم منزل فيديو عن رياضه الفنون القتاليه، ويكلمك عن مكعب روبك، وفي نفس الوقت يكلمك عن البيزنس وازاي تقدر تجيب البضاعه بتاعتك من الصين. ينام يصحى يلعب بالسكيت بورد، وكمان لسه مخلص كتاب عن Thinking Fast and Slow، ويقرا لك كم من مقالة علمية عن الطحالب في المحيطات. أنا عارف إني عارف ده، وأنا عارف إن وعي لوعي وعي بدرجة أو درجتين عن وعي. والله انا بهزرش، علشان بس انا اكون متاكد بقعد افكر زياده كمان، واطلع درجتين من وعي علشان اتاكد بس اني واعي عن وعي، لدرجه ان وانا بكتب الكلام ده انا عاوز اتاكد اني واعي من الكلام اللي بقوله، لاني انا واعي ان كتير من الناس مش هتفهم الكلام اللي بقوله. ايوه انا واعي بده، والموضوع صعب شويه كتير، لانها حقيقه. كل ما انت بتعرف اكتر، كل ما انت بتكتشف ان انت مش عارف اي شيء، ولكن عادي، لان انا مش لوحدي في ده. هي بس مجرد تجربة انسانية، وكل واحد في رحلته وعنده التحديات بتاعته. ده شيء ايوه انا بقوله كتير، وايوه انا بحب اكرر الجملة دي علشان اطمن نفسي. والبعض من التحديات دي انا في رحلتي علشان اقدر اتغلب عليها، والبعض منهم انا بتعلم ازاي اعيش معاهم، بحيث ان هم ما يعطلونيش للوصول لاهدافي الكبيرة من الحياة. وشكرا على متابعتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان اول لما ينزل فيديو جديد يوصل لكم على طول، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.